هو الأقوى في المنطقة دي. فعلها حميدتي وأغضبت جيش المصري، ما جعل السيسي يهدده مباشرة. حميدتي ارتكب خطأ جسيما عندما تحدى الجيش المصري وقتل أحد جنوده، ولم يكتفي بذلك أبدا، بل اغتال أحد دبلوماسيه. ما كل هذا؟ ومن أين أتيت بكل هذه القوة والجرأة يا أيها الجنرال؟ ألا تعلم من تعادي؟ أنت تطاولت على أقوى 10 جيوش العالم والأقوى في إفريقيا، الجيش الوحيد الذي استطاع هزيمة إسرائيل. هل نسيت كل ذلك؟ إنه لدرب من الجنون أن تجس نبض الجيش المصري. اليوم النار ستحرق الكل، لأن الوضع أصبح خارج السيطرة، وميليشيات حميدتي أصبحت في مرمى الطيران المصري الأكثر تطورا في العالم. قوة الجيش المصري المرعبة. الجيش المصري هو أحد أكبر وأقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، ويتألف من القوات البرية والجوية والبحرية، ويحظى الجيش المصري بدعم قوي من الحكومة المصرية، حيث تخصص الحكومة ميزانية كبيرة لتمويل قواته العسكرية وتطوير ترسانتها. ويمتلك الجيش المصري مجموعة واسعة من الأسلحة العسكرية بما في ذلك الدبابات. يعتبر الجيش المصري من أكبر المستخدمين للدبابات في العالم، ويمتلك أكثر من 4000 دبابة من نوع M1A1 أبرامس وT90 وT62. الطائرات. يمتلك الجيش المصري أسطولا من الطائرات التي تشمل طائرات القتال والتحليق والنقل، وتتضمن الطائرات الأمريكية F-16 وروسية ميغ 29 وسو 35 وطائرات الهليكوبتر. الصواريخ والمدافع. يتميز الجيش المصري بامتلاكه صواريخ متطورة من نوع C-802 ومدافع M110A2 وM109A2 وM198. السفن. يمتلك الجيش المصري أسطولا من السفن العسكرية التي تشمل الغواصات والفرقاطات والصواريخ الساحلية. وبالإضافة إلى ذلك يتمتع الجيش المصري بتدريب عسكري عالي المستوى وقدرات تنسيقية جيدة، مما يساعد في تعزيز قدرته على العمليات العسكرية. يعتبر الجيش المصري أيضا من أكثر الجيوش تنوعا في قدراته العسكرية، حيث يتمتع بقدرات قتالية في البيئات الصحراوية والحضرية والجبلية، ويستخدم تكتيكات متنوعة في الحرب الأرضية والجوية والبحرية. ومن الجوانب التكنولوجية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث ترسانة الجيش المصري باستمرار، حيث تعمل على شراء المعدات العسكرية الحديثة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة من الدول الأجنبية، وتقوم بتطوير المعدات والتكنولوجيا المحلية في بعض الحالات. ويستخدم الجيش المصري قوات خاصة مثل قوات الصاعقة وقوات الفرسان، وتتميز هذه القوات بالتدريب المكثف والتخصصات المختلفة والقدرة على تنفيذ العمليات الخاصة والمهام الصعبة. من بين الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الجيش المصري يوجد نظام دفاع جوي متقدم يتكون من صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي، وطائرات حربية مثل F-16 ورافال وميراج 2000، ودبابات مثل M1 أبرامس وT90، والدبابة المحلية الصنع فهد، ومدفعية عيار كبير وصواريخ باليستية، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومدافع رشاشة وأسلحة شخصية للجنود. يتميز الجيش المصري بعدد كبير من الجنود والضباط المدربين بشكل جيد، كما أنه يتمتع ببنية تحتية عسكرية قوية وعدد كبير من القواعد والمراكز العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. كما يعتمد الجيش المصري على تكنولوجيا الاتصالات المتطورة والتشفير الآمن للتواصل والتنسيق بين الوحدات المختلفة. مواصفات المقاتلات المصرية الفتاكة التي سوف تستخدمها مصر. مقاتلات ميغ 29 مرعبة السماء. ميغ 29 أو فولكان هي طائرة حربية روسية الصنع
تم تصميمها خصيصا لتنفيذ المهام الجوية العسكرية المتنوعة مثل التحليق الجوي والاعتراض والدعم الجوي والتدريب والهجوم الجوي، وقد تم تطويرها للمرة الأولى في الثمانينيات، وقد تم تحسينها بشكل مستمر عبر السنوات اللاحقة. تتميز ميج 29 بسرعتها العالية وقدرتها على تنفيذ المهام الجوية المتعددة، وتمتلك قدرة على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الجوية والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ الجو أرض، ومن الممكن تزويدها بأنظمة الاستشعار والملاحة والتحكم الإلكتروني المتطورة. تتميز طائرة ميج 29 الروسية بعدة مميزات تجعلها واحدة من أكثر الطائرات الحربية فعالية في العالم، ومن أهم هذه المميزات سرعة عالية. تتميز ميج 29 بسرعتها العالية والتي تصل إلى أكثر من 2400 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها قادرة على التحرك بسرعة كبيرة في المنطقة الجوية. مرونة عالية. تتميز ميج 29 بمرونتها العالية وقدرتها على التحرك بحرية وتغيير الاتجاهات بسرعة، مما يجعلها قادرة على التعامل مع الأهداف المتحركة بسهولة. أسلحة متعددة. تتميز ميج 29 بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الجوية والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ الجو أرض، وهذا يجعلها قادرة على تنفيذ المهام الجوية المتعددة بكفاءة عالية. تقنية متطورة. تحتوي طائرة ميج 29 على تقنيات عسكرية حديثة مثل أنظمة الاستشعار والملاحة والتحكم الإلكتروني المتطورة، مما يزيد من قدرتها على التحكم في العمليات الجوية. سهولة الصيانة. تتميز طائرة ميج 29 بسهولة الصيانة والتشغيل، مما يجعلها تكلف أقل في الصيانة والإصلاح مقارنة بطائرات حربية أخرى. قدرة على التحليق في جميع الأحوال الجوية. تتميز طائرة ميج 29 بقدرتها على التحليق في جميع الأحوال الجوية حتى في الظروف الصعبة مثل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والضباب الكثيف. قدرة على التحليق لمسافات بعيدة. تتميز ميج 29 بقدرتها على التحليق لمسافات بعيدة دون الحاجة إلى الهبوط وإعادة التزود بالوقود، مما يجعلها قادرة على تنفيذ المهام الطويلة بكفاءة عالية. قدرة على الهجوم السريع. تتميز طائرة ميج 29 بقدرتها على الهجوم السريع والفعال على الأهداف الأرضية، وهذا يجعلها قادرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية. توفير الحماية للطيار. تحتوي طائرة ميج 29 على أنظمة حديثة للحماية الجوية للطيار، وهذا يجعلها قادرة على التعامل مع الهجمات المعادية بكفاءة عالية. قدرة على التعاون مع القوات الأخرى. تتميز طائرة ميج 29 بقدرتها على التعاون مع القوات الأخرى والعمل في إطار العمليات الجوية المشتركة، مما يجعلها قادرة على تحقيق أفضل النتائج في المعارك الجوية. مروحيات مي 24 الهجومية. مروحيات مي 24 الهجومية هي إحدى أهم أنواع المروحيات الهجومية التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية، وهي تعتبر أيضا جزءا من ترسانة الجيش المصري. تتميز مروحيات مي 24 بعدة مميزات، ومن أبرزها القدرة على القتال الجوي والأرضي. تتميز المروحيات مي 24 بقدرتها على القتال الجوي والأرضي، وهذا يجعلها قادرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية. قدرة على حمل الأسلحة الثقيلة. تتميز مروحيات مي 24 بقدرتها على حمل الأسلحة الثقيلة، وهذا يشمل الصواريخ الموجهة والصواريخ غير الموجهة والمدافع والرشاشات الثقيلة. الحماية العالية. تحتوي مروحيات مي 24 على دروع وحواجز وأنظمة حماية أخرى تجعلها قادرة على تحمل الهجمات المعادية والحفاظ على سلامة طاقم الطائرة. القدرة على الطيران في جميع الظروف الجوية. تتميز مروحيات مي 24 بقدرتها على الطيران في جميع الظروف الجوية حتى في الظروف الصعبة مثل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والضباب الكثيف. القدرة على التنقل السريع. تتميز مروحيات مي 24 بقدرتها على التنقل السريع والفعال
مما يجعلها قادرة على تنفيذ المهام العسكرية في وقت قياسي. وبشكل عام فإن مروحيات مي 24 الهجومية تعتبر من أهم وأقوى المروحيات الهجومية في العالم، وتمتلك القدرة على تنفيذ المهام القتالية بكفاءة عالية والتحليق بشكل دقيق جدا. فإن مروحيات مي 24 الهجومية تتميز بمجموعة من المميزات الفريدة التي تجعلها من أهم وأقوى المروحيات الهجومية في العالم. ومن أبرز هذه المميزات القدرة على تنفيذ الهجمات الجماعية. تتميز مروحيات مي 24 بقدرتها على تنفيذ الهجمات الجماعية والاستخدام الفعال للقوة النارية، مما يجعلها قادرة على القضاء على الأهداف المعادية بشكل فعال. القدرة على تحقيق الهيمنة الجوية. تتمكن مروحيات مي 24 من تحقيق الهيمنة الجوية في المناطق التي تنشط فيها، وهذا يساعد على إنشاء نطاقات التحكم في المجال الجوي والحصول على صور متكاملة للمنطقة المستهدفة. القدرة على تنفيذ الاستطلاع الجوي. يمكن لمروحيات مي 24 تنفيذ الاستطلاع الجوي، وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والمستشعرات. القدرة على تنفيذ المهام الخاصة. تتميز مروحيات مي 24 بقدرتها على تنفيذ المهام الخاصة مثل نقل القوات والإنقاذ الجوي والدعم الناري وغيرها من المهام الخاصة التي تحتاج إلى طائرة تتميز بالسرعة والقدرة على التحليق لفترات طويلة. باختصار فإن مروحيات مي 24 الهجومية هي من أهم الأسلحة القتالية التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية، وتتميز بمجموعة من المميزات الفريدة التي تجعلها